السادة مشاهدي آغا سمارت ستور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع لابتوبات لينوفو، وزي ما قدمنا حلقة عن اللابتوب المتميز لينوفو ثينك باد ال14، بنقدم النهاردة حلقة لحضراتكم عن لابتوب أيضا متميز وهو لينوفو ثينك باد اي 495. الجهاز ده نسخة من المتميز HP EliteBook 745 جي 6، بيقدم نفس قدراته تماما مع فرق السعر أيضا لصالح لينوفو. زي ما اتكلمنا عن ال14، السعر أيضا لصالحه عن اللابتوب HP EliteBook 845 جي 7. احنا بنقدم الحلقات دي الفترة الأخيرة لأن معالجات الرايزن واخدة صيت كبير، وكمان فئات لينوفو ثينك باد صراحة مش واخدة حقها في المراجعات، والصيت ده تستحقه بجدارة. لو حضرتك متابع القناة هتعرف إن واحد من مشجعي فريق الرايزن ده طبعا بسبب السرعات العالية والسعر الاقتصادي مقابل نفس السرعات في معالجات انتل. اللابتوب بتاعنا النهاردة في الثينك باد، ده معناه إنه أفضل أسعار هتقابلها مقابل قيمة عالية. كلامنا لو قارنت نفس الإمكانيات الداخلية بأي لابتوب تاني. اللاب بتاعنا النهاردة ما يختلفش كتير عن تصميم أي لابتوب ثينك باد. تقريبا كده لينوفو عندها 3-4 قوالب بتصب فيهم اللابتوبات الثينك باد، لكن هو شكله أنيق، مصنع من مادة بوليمر ال ABS، وده بيكون بلاستيك قوي صلب بيتحمل الضغط والحرارة والصدمات وغيرها. التحمل ده خلاه يجتاز اختبارات المتانة العسكرية ال 810 جي. تابع الحلقة للنهاية عشان هنسلط الضوء على كل ركن في الجهاز، وأكيد لو حضرتك متابع قناتنا عارف إننا بنقول معلومات عن أي لابتوب بنفس المنهجية، وبنتمنى منك تثبت حضورك باللايك والشير. أما لو حضرتك أول مرة تشاهد قناتنا فإحنا بنرحب بيك وبنقدم لك الدعوة للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك أقوى فيديوهات بقناتنا الأولى من نوعها عن ثقافة اللابتوبات إن شاء الله. جهازنا بيجي بمعالج رايزن 3000 ومتدرج من رايزن 3 حتى رايزن 7، بيكون مدمج فيهم كارت شاشة راديوم فيجا، والرايزن 3 بيجي براديوم فيجا 3، أما الرايزن 5 بيجي بالراديوم فيجا 8، والرايزن 7 بيجي بالراديوم فيجا 10. بالنسبة لقدرات المعالجات وكروت الشاشة، احنا مستفيضين في النقطة دي في حالة HP EliteBook 745 جي 6، وموضحين قدرات المعالجات دي وإيه يكافئها من معالجات انتل، وأيضا سلطنا الضوء على كروت الشاشة وقلنا إيه يكافئها من كروت شاشة انفيديا. ولو عايز تعرف التفاصيل دي رابط الحلقة في صندوق الوصف. بالنسبة للتخزين، قادر على حمل هاردين، واحد بيكون M.2 تقدر تضيف SSD أو NVMe، وكمان قادر على حمل هارد تاني ساتا 2.5 بوصة تقدر تضيف SSD أو HDD. طبعا دي نقطة تفوق لصالحه عن EliteBook 745 جي 6 من HP. وبالنسبة للرامات، في 2 ديم سلوتس قادر على حمل رامات حتى 32 جيجا بايت رام من نوعية DDR4. سماعاته ممتازة مدعومة بالدولبي، والمايك بتاعه كمان دول أري. الشاشة بتاعته مقاسها 14 بوصة وبيجي بنوعين شاشات، واحدة منهم HDTN، أما التانية الأعلى بتكون فول HD IPS. الشاشتين متفاوتين في عدد الشمعات والمدى اللوني، كذلك في نسبة التباين وزوايا الرؤية. كذلك في نقطة إن الجهاز ده مش متاح من شاشاته شاشات UHD 4K ولا أيضا شاشات تعمل باللمس. كذلك في نقطة إن الجهاز ده لا يدعم شرائح داتا الموبايل، ولا يدعم الكيبورد المضيئة، ولا بصمة التشفير بالإصبع. كذلك هو لا يدعم الفيس ID، إنما في وسائل حماية تانية زي TPM2، ودي وحدة النظام الأساسي الموثوق اللي بتوفر تشفير وأمان يحمي البيانات، وكذلك بيحمي الجهاز كله من الهجمات. كذلك هو في وسائل حماية تانية زي الباور اون باسورد والسوبرفايزر باسورد، وتقدر تحط باسورد للهارد ديسك للحماية. لو جينا للمداخل، بيتوفر فيه مداخل ممتازة هتمكنك من أداء أعمالك بدون الاحتياج لهاب خارجي. المداخل بتاعته في الجهة اليمنى موجود مدخل لان للإنترنت الشبكي، ثم يليه مدخل USB 2.0، ثم مدخل ميكرو SD كارد ريدر لقراءة كروت الذاكرة. لو جينا للجهة اليسرى موجود USB Type-C، ده داعم للشحن وبيدعم النقل السريع، وشغال كمان ديسبلاي بورت للعرض على الشاشات، ثم يلي مدخل HDMI 1.4B للعرض على الشاشات، ثم يلي مدخلين USB 3.1 Generation 1، منهم واحد Always On يعني تقدر تشحن منه والجهاز مغلق. المدخل الأخير بيكون مدخل ميكروفون هيدفون كومبو جاك، مدخل سماعات ومايك مزدوج. في نهاية الحلقة لازم نوضح إن الجهاز ده رغم إنه في الكماليات نوعا ما بيكون متواضع، إنما هو بيدعم شريحة كبيرة من اللي بيدوروا على جهاز يحقق ليهم أكبر مكاسب ممكنة.
أكبر مكاسب ممكنة المقصود بيها الحصول على جهاز بمعالج قوي بسعر متوسط. لينوفو في الأساس عملت سلسلة الإي عشان كده، سلسلة اقتصادية بمعالجات هايلة مقارنة بسلسلة التي مثلا. يعني محب المزيد من الكماليات زي الكيبورد المضيئة والبصمة وشريحة داتا الموبايل وإضاءة شاشة أعلى، موجود التي 495 والتي 495 اس. بس العملي مش بيدور على الكلام ده، العملي اللي زي حالاتي الحاجات دي ما بتفرقش معاه، لأن المعالج القوي هيوفر لي قدرات في البرمجة والجرافيكس والجيمين والدراسة والعمل، طبعا مقابل سعر ممتاز بعيدا عن تحرير الفيديو. شكرا على وقتكم الثمين اللي أخدناه منكم النهاردة، ونتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم. مستنيين منكم الدعم بضغطة صغيرة كده على زر اللايك وتفعيل زر الجرس، ونتمنى من ضيوفنا الكرام اللي لسه ما اشتركوش بالقناة إنهم يشتركوا بقناتنا المتواضعة. للتواصل والشراء موجود رابط الستور في صندوق الوصف. شاهد أيضا بعض الصور من زوايا مختلفة للجهاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.